شوية أخطاء اوعي تعمليهم لو هتبدأي تأكلي طفلك جديد، أنا بحذرك عشان ما تندميش بعدين. يلا بينا. رقم واحد، بلاش تضربي الأكل في الخلاط لمدة طويلة. لو هتعملي كده اعملي كده في الأول بس، وبعد كده ابدأي اسلقي وهرسي الأكل بالشوكة. رقم اتنين، بلاش تبدأي بالفواكه والحاجات المسكرة. الترتيب الطبيعي اللي بنبدأ بيه إن احنا بنبدأ بالخضروات اللي طعمها مش حلو، زي البطاطس زي الكوسة، وبعد كده ندخل على الخضروات المسكرة شوية زي الجزر وزي القرع، وبعد كده بنخلي الفواكه بعد ده كله. وبالنسبة للرز والشوفان والكلام ده بنخليه برضو في البداية مع الخضروات اللي طعمها مش حلو. رقم 3، بلاش تيأسي لو طفلك رفض صنف أكل معين. الأبحاث بتقولك إيه؟ بتقولك عشان طفل يتقبل صنف أكل ممكن يحتاج حوالي 9 مرات في أوقات مختلفة يتعرض للصنف ده، فما تيأسيش. رقم 4، اوعي تقللي الرضاعة الطبيعية اعتقادا منك بان طفلك كده هياكل احسن. الرضاعة الطبيعية اساسية في اول